ونشر ثقافته وموهبته الشعرية، وأحب الشكل التقليدي للقصيدة، وخلف 3 دواوين هي أغنيات الساقية على باب الأميرة قرابين، وخلف ديوانا لم ينشر بعد اسماه المواجهة. وقد قام بنشر أعماله كاملة منذ سنوات قليلة. أحد تلاميذه وهو الشاعر الكبير أيمن صادق، كما أعدت عنه دراسات كثيرة ودرس في رسائل جامعية بدرجتي الماجستير والدكتوراه، كما ألفت حوله عدة كتب. دكتور كمال نشأت ولد بالإسكندرية 1923، وحصل على الماجستير والدكتوراه من جامعة عين شمس، وترك عددا من الدواوين منها رياح وشموع، أنشودة الطريق، ماذا يقول الربيع، كلمات المهاجرة، أحلى أوقات العمر، النجوم متعبة والضحى في انتظار. وله أيضا عدة كتب منشورة منها كتابه الشهير عن أحمد زكي أبو شادي. دكتور لطفي عبد الوهاب أحد كبار الباحثين في الدراسات اليونانية واللاتينية، ولد بالإسكندرية 1928، وخلف ديوانا اسماه أضواء وظلال قدم له الدكتور عبد القادر القط ضمن مجموعة من أعماله النثرية، وأثنى على هذا الديوان ثناء كبيرا. محبوب موسى